أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. بعد حوالي شهر على حمل الفنانة المغربية دنيا بطمة، توصلت منى السابر طليقة زوجها البحريني محمد ترك بوثيقة الحكم لصالحها في قضية الحضانة التي رفعتها ضده. وأكدت الصفحة الخاصة بمنى السابر طليقة محمد ترك على أن القاضي حكم لصالحها ومنحها حق حضانة أبنائها وإلزام زوج بطمة بالنفقة عليهم، قائلة: وجاء اليوم الموعود، كم انتظرنا هذا اليوم، وهذا القرار الذي غير وسيغير حياة ناضلت لسنتين من أجل أخذ حضانة أولادها. امرأة شوهت سمعتها وشرفها علنا من قبل أبي أولادها وزوجته، حرمت أولادها ومنعت من رؤيتهم ولقائهم. بعد محاولات للتفاهم لم تنجح، توجهت لرب الكون ونصرها، وتوجهت للقاضي وأنصفها بكل عدل ونزاهة لم نشكك فيها أبدا، وأثبت أن العدل موجود والنزاهة موجودة. وتابعت: أتقدم بأحر التهاني لأم حلا، ألف مبروك، تستاهلين كل خير، عانيت كثيرا ورأيت من الخيانة والغدر ما يكفيك من أعز الناس وأقربهم لك، لكن لأنك بنت أصول وقلبك طيب أحبك الله وعوضك بحب ناس تدعمك وتدعو لك من كل قلبها. تفضلوا. أتشرف ويسعدني أن أقدم هذه الورقة التي انتظرناها طويلا، ورقة دليل براءة منى السابر أم حلا ومحمد وعبد الله، دليل أحقيتها وكفاحها ونضالها من أجل أولادها، دليل حبها لهم وتضحيتها بحياتها من أجلهم. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس، يوتيوب، فيسبوك وتويتر.